شحال نفعوني هاد الطلامط ديال السنسلة، ما كنضربش التمارة واخا كتشوفي عندي الصالون راه مريول، ولكن راه ساهل في الجميع ديالو، غير كنسوس من الفوق وكنحط المخيطات دياولي وكتحلفي عليهم بحال اللي ملمطين على حقهم وطريقهم، ولكن اختي راه ما كاينة ما أحسن من السنسلة، البنات شكون اللي مجرب السنسلة ترد عليا، وشوفي معايا اللحاف، يعني هنا راه كانوا ناعسين فوق منه وجلسوا الضياف حتى عياو فوق منه، واللحاف عندي عفوا ما كيتزعزعش من بلاصتو، يعني هذا شنو كنقولوا ليه الطليمطات كيبقاو مجبدين على حقهم وطريقهم بحال شي فوطوي عندك، وهما اختي راه غير طليمطات. ها أنا غنقلب لك اختي اللحاف ديالي وغادي تشوفي معايا أشنو كيفاش داير الديكور ديال السلسلة، وبالنسبة للبنات اللي دايرين هذاك السيورة راه ماشي عمليين بزاف قد ما عملية هاد السلسلة، يعني غادي تهنيك في الطليمطات ديما عندك الحيف غيبقى ملمط عندك. هادوك السيورة ديال شحال هادي اللي كانوا راه ضروري كتبقى شي حاجة خارجة وحاجة داخلة، واش متابقة معايا ولا لا؟ وكيعذبوا، ديما كيبان لك إلا جلس شي واحد كيبان لك اللحاف هرب، هاداك البونجا بقات في بلاصة والطليميطة رجعت في بلاصتها، أما بالنسبة للسنسلة راها عملية وزوينة. وحتى واحد الأخت كانت سولاتني على البلاكار عندها فيرناتو ولا كيلصق ليها، أنا غادي نعطيك أختي واحد الطريقة نتمنى من الله ما يبقاش يلصق عندك، راه بالنسبة للفيرني اللي درتوه راه هو خايب يعني ما زوينش، كاليتي عيانة كاع بزاف، فهمتك وعرفت المعاناة ديال ملي كيبدا البلاكار البنات كيبدا يتلصق، راكم عارفين. حتى نتوما لا عندكم شي اقتراحات كتبوها اختي في التعاليق باش تاخذوا الله يرحم الوالدين، ها انا غنعطيك واحد الطريقة ونتمناها على الله تنفعك. وبالنسبة للحاف كما كتشوفي راه واخا كنسوسوها البنات ضروري كتكون هذيك الغبرة، سبحان الله راه واخا تسوسي دابا الغبرة كتلقايها، ولكن مع سبيراتور كتشفط هذيك الغبرة كاملة كما كتشوفي، ها انا رصصت اللحاف وعاود درت سبيراتور وشوفي رانا كنوريك اشنو خرج منه، يعني ضروري كاينه الغبره، وسبيراتور راه زوينه يعني راها عمليه وكتخرج هذاك الغبره اللي كاينه وسط منه. وها انت اختي شوفي عندي اللحاف كيفاش داير، غير هي واحد النصيحه اختي ما ديريش اللحاف طويل، الا كان عندك الصالون طويل اختي حاولي تقسمي اللحاف باش ما تعذبيش، انا الديفو الوحيد هو انني ما قاسماش اللحاف، اللحاف عندي طويل، غير هي الكاليتي ديالو والله العظيم اللي دخل عندي كيقول لي زوين عندك البونج، يعني ما هبطش في مرة البنات، راها مدة طويلة هذه وعندي هاد الحيّف والسنسلة البنات حتى هي ملي قاديتهم تقاد كلشي معاهم، شوفي السنسلة راها ساهلة، يعني ملي تبغي تحيديها البنات أنا هاد الطليمطات راه كنصبنهم حتى لا في لاماشين، ماكينة الصابون حتى هما كنخشيها فيهم وكنصبنهم، ما حد الحاجة كتكون زوينة ما عندك مناش خافي. وبالنسبة للبنات اللي قالوا لي ما صدقاتش ليهم السنسلة، حاولوا ملي تبغيو تصايبوهم تركزوا مزيان على الكاليتي يعني الصح ديال السنسلة خاصها تكون صحيحة، ماشي غير كديريها اليوم ملي تحيديها تعاود تقطّع لك، والله العظيم البنات إلى لمدة طويلة وهي عندي الحمد لله، ما خسرات أختي ما والو، ديما كنحيدهم وكنصبّنهم وعادي، وفي الدخول ديالهم ضروري من شوية ديال المساعدة، ولا كنتِ بوحدك راه تقضي غرضك، ولكن ضروري شوية المساعدة وكيتخشاو بكل سهولة، يعني كاع ما كتعذبي إلا كان شي واحد تيعاونك باش تخشي اللحاف ديالك، واللهم تعذبي هذاك النهار اللي كتخملي ولا يبقى كل نهار خاصك تلمطي الحيفات دياولك، ولكن كما قلت لك راه ما كاين لا عذاب لا حتى شي حاجة، غير هي ملي تبغي تقادي شي حاجة ديما اختي دقي ليا في التفاصيل اختي ديال الحاجة، باش ملي تجيبيها للدار ما تلقايش فيها حتى مشكل، بحال السيدة اللي فيرنا ليها السيد البلاكار ديالها الصداع كله كيتلصق، وراك عارفة أنتِ ملي كيكون تيتلصق كيتلصق لك في يدك في الحويجات، كيولي البلاكار ديالك عامر خملة وموسخ كيبان ما كيبقاش زوين، يعني كيطلع لك الدم، ديما دقي في التفاصيل وبالاخص الا كنتي غتحطي فليساتك في شي حاجه، وشوفي معايا يعني كركبت اللحاف وعاود هزيته وحطيته وهو بقى مطوندي ومسرح كما كتشوفي، يعني ما احتاجيت حتى شي حاجه، احتاجيت غير نصوصو وهذيك التوريه اللي وريتكم. وشوفي هنا لقيت واحد النقيطات وما كاين اختي ما احسن هذا البرودوي البنات ما فيه لا ريحه لا حتى شي حاجه، عجبني ما فيه والو حتى من يديا ما دار لهم حتى شي حاجه، مولفه البرودويات الاخرين كيكونوا شويه كيخنقوا وفي يدي ملي كنقلّبهم كنلقاهم ولاو حالتهم حالة بهاديك البيوضية، وبالنسبة هنايا كتشوفوه بيض راه غادي نضرب واحد الدورة غادي نلقاه نشف وما بقى حتى شي حاجة، والطبعة كيحيدها اختي بالزربة، ولكن راه كلشي على التوب، إلا كان التوب زويون وأنتِ طاش ما عندك مناش خافي باش ما كان كتقضي، غير هذا ما فيهش الريحة، هذاك الشي علاش عجبني، وشوفي معايا هاد الطبيعة يعني كنرش رشيشة وحيدة كنمسح وها أنتِ اختي ساليتِ مع راساتك، وكيف جاكم اختي بعدا السنسلة شكون اللي دايراها وشكون اللي دايره هذاك الحزام ونافعها، وما تنساوش تقولوا لديك السيده شنو دير باش يحيد لي اختي داك الخمله وداك التلصق، انا غادي نبارطاجيه معاها وغادي تجربوا وتشوفكم حتى نتوما الا ما صدقش ليها هذه اللي غنبارطاجي معاها، نتوما تكتبوا لها في التعاليق
وإن شاء الله ييسّر ليها سيدي ربي وما يبقاش الخملة. ولكن أختي إلا كنتِ غتعاودي ديري هاد الطريقة وإلا عطاوك البنات شي حاجة أو جرّبتيها، نصيحة ليا لك غير حكيه وعاودي فيرنيه، راه غيبقى ديما جامع لك الخملة وغيبقى يتلصّق. ولكن نتمنوا هاد الطريقة اللي عطيتك سيدي ربي يسخّر فيها إن شاء الله. وراك شفتي معايا السبيراتور عمرات بالغبرة. وشوفي على العلم أنني راه سايسة زعما سِستو وعاود درت سبيراتور وطلعت الغبرة، راها كتصلح حتى للزرابي البنات. كتقولوا بعض المرات ما كتصلحش، راه زوينة سبيراتور، ملي كتهزي الزربية ما كتلقايش هذيك الغبرة. أنا راه كنت ضد سبيراتور، كنت ندير أختي هذيك باي باي اللي كتعرفيها، وبقات عليا أختي حتى خديتها على خاطري. ولكن راه لقيتها بصح زوينة، ملي كنحيد الزربية ما كنلقاش هذيك الغبرة اللي كنت تنلقاها ملي كنت تنخدم غير بالشطابة أولا بهذيك باي باي. والبنات وحتى هذه ديال الطابلة اختي ديال الصالون كنت درتها دايرة، وكنت ديجا أنا ما كنتش باغاها دايرة، ولكن المعلم اللي صايب ليا قال لي الدايرة أحسن. ولكن بيني وبينكم كانت شدت ليا ليسباس ديال الصالون كامل. وما كاين ما أحسن أختي من هذيك الطويبلة المربعة، ملي تبغيو تصاوبوا شي حاجة ضروري كيما قلت لكم حتى تدققوا في التفاصيل وتاخذوا العبار عاد تصايبوا باش ما تعاودوش تندموا على الحاجة وتكونوا ضيعتوا فيها فلوسكم. والحاجة ملي كتعاود بيني وبينكم كتبسال ما كتبقاش عاجبك، يعني ضيعتي فيها فلوسك وفيها مجهودك وكنتِ باغيتيها في شكل وغتلقايها في شكل، اللهم حتى تلقاي الحاجة اللي باغا عاد ديريها. وشوفي معايا أختي هاد بديل الخشب حتى هي أحسن حاجة درت في الدار، هو شديت هاد الكولوار ودرت ليه أختي هذاك بديل الخشب أولا الباركي كما هو معروف، حتى هو أختي ديما الأرضية عندي كتبان نقيقية، أما إلا جففتو راه كيما شفتي كيبقى يبري. ودابا ها هي أختي هاد الخلطة شوفي كيفاش ردت ليا الباب، ها أنا غادي نوريك الباب الآخر كيفاش رداته وقولي الرأي ديالك بعدا في الصالون اللي كان مرون وشوفي كيفاش رجع. وها أنتِ أختي شوفي هذيك الطبعة اللي كنت وريتك قلت لك راه غادي ينشف، ها هي ما بقات حتى شي حاجة الحمد لله. هذاك الشيء على الزوين، هاد الثوب ديال أونتيطاج يعني واخا تشوفيه باج راه ما كيبانش فيها اختي الوسخ في مرة. وبالنسبة لهاد بديل الخشب حتى هو عطاني الديكور في الدار زوين، يعني كبر ليا حتى هاد الكولوار عطا فيه هذيك الروحة اختي ديالو. وبالنسبة للصباغة البنات كتسولوني عليا، راه سميتها الصباغة الرملية أحسن من الخايل، راه أنا دايراها في الصالون وشفتي هادوك الضريبات عندي كيفاش دايرين. وها أنتِ بعد ما مسحت أختي هذيك الخلطة اللي غنعطيها لك في الآخر راه ما تصورش ليا الفيديو، شوفي ليا كيفاش جا كيبري الباب كيولي عندك نقيقي. ولكن الخملة يعني حاولي ديريها ونتمنوا على الله يكون الخير ما يبقاش يتلصق لك الباب. الا بقى كيتلصق اختي غير حاولي تعاودي الفيرني من الاول وجديد. بالنسبه لهاد الخلطه البنات يمكن لكم تمسحوا بها البيبان، يمكن لكم تمسحوا بها السراجم الا كانوا عندكم حتى نتوما ديال العود، وحتى البلاكار ديال الحوايج حتى هو يتمسح، يعني اي حاجه فيها عندك العود غادي تمسح وغيولي تيبري. حتى الصباغه الا كانت مرشوشه راه دغيا كيطيرها البنات. بالنسبه للخلطه غتحتاجي ليا واحد نص كاس ديال الخل الابيض ها انت غتشوفيه معايا، وكتاخدي ربيع كاس ديال الزيت كيف ما كان عندك، وكتاخدي معلقه ديال اي معطر عاوتاني تا هو عندك وكتعصري عليه واحد نص حامضه، وكتاخدي واحد نص كاس ديال الاتاي تكوني طابخاه وكتخوي عليه كلشي غير اتاي. الناس كيتسبخ عادي وكتخوي على هادشي كامل وكتخلطي غير هي. صفي لي هادشي كامل وسيري اي بلاصه عندك فيها العود ضربي لي داك البخاخ مزيان وعاودي مسحي وردي عليا الخبار. وكنتمنى هاد الفيديو يعجبكم ويجيكم خفيف اختي ظريف على قليبات ديالكم، وكنتمنىكم تكونوا استفدتوا معايا وتقولوا لي الله يرحم الوالدين. وحتى نتوما كما كنقول لكم عندكم شي طريقه اولا شي وصفه بارطاجيها معنا اختي باش تعم الفائده. وكنقول لك بسلامه عليك الله يعاوني ويعاونك.